انت تعرف ان سيدنا يوسف اتدفن في نهر النيل؟ تعال اقول لك. لما سيدنا يوسف عليه السلام توفى في مصر وكان عمره 120 سنة، كان محبوب جدا من الناس، لكن بعد وفاته الناس اتفقت انها تدفنه في نهر النيل علشان مصر تفضل مباركة بوجوده، وده لانهم كانوا شايفين انه كان سبب في الخير والبركة. المصريين صنعوا تابوت من الرخام ودفنوا سيدنا يوسف فيه وحطوه في قاع النيل، واستمر الحال على كده لحد ما جاء وقت خروج بني اسرائيل من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام. ولما جاء سيدنا موسى ربنا اوحى له انه ياخد جثمان سيدنا يوسف معاه، فسأل موسى الناس عن مكان دفن سيدنا يوسف، وكان في ست عجوز تعرف مكان التابوت. راح يسألها، قالت له ان يدعي لها الله ان يرد عليها شبابها ل 17 سنة ويزيد عمرها قد اللي عاشته. ونبي الله موسى دعا الله لها بكده، وقالت له على مكان التابوت اللي في النيل. وخرجوا سيدنا موسى من النيل واخدوا معاه البيت المقدس، ودفن بجوار ابيه يعقوب وجده اسحاق